السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم أخبار الزمالك هنا وهناك. قبل ما اقول اخبارنا حابب افكر حضراتكم ان مجلس ادارة نادي الزمالك او لجنة الكورة مش هيعلنوا عن اي صفقة تمت رسميا لنادي الزمالك غير بعد ما ينتهوا من اللاعبين اللي هيتم تسويقهم، اللعيبة اللي هتخرج اعارات او اللعيبة اللي هتتباع. لان لو انت اعلنت ان انت جبت لاعب فانت كده بتقول للمنافسين اللي هم عايزين ياخدوا منك لعيبة ان انت اللعيبة الرديف بتاعتك مش ليها مكان اصلا في القايمة، فبالتالي من حق الاندية الجديدة تاخدهم مجانا. انما طول ما انت محتفظ بيهم الاندية هتطلبهم منك علشان تدفع لك فلوس وتستفاد انت من وراهم ماديا بدل ما يمشوا مجانا. نادي الزمالك دخل في خط مفاوضات مع نادي بيراميدز علشان يضم محمود زلاكا. محمود زلاكا لاعب نادي بيراميدز اللي كان منضم السنة اللي فاتت على سبيل الإعارة لنادي سيراميكا كليوباترا وقدم معاهم مستوى أكتر من رائع. دلوقتي نادي الزمالك دخل في تفاوض مع بيراميدز علشان يضم اللاعب محمود زلاكا. بيراميدز كان رده طلب من الزمالك الانتظار علشان بيراميدز ينتظر عرض اوروبي جاي لابراهيم عادل. لو جه عرض كويس لابراهيم عادل وتم بيعه هيبقى من الصعب ان بيراميدز يبيع محمود زلاكا، ولكن لو تم بقاء ابراهيم عادل في بيراميدز هيبقى سهل يعني البيراميدز اللي هو يسيب محمود زلاكا للزمالك على سبيل الاعاره، واصلا اللاعب مش هيبقى له مكان علشان يشارك، علشان كده هيدي اللاعب للزمالك على سبيل الاعاره عادي جدا. احمد فتوح لاعب الزمالك وصل له عرض سعودي، ولكن جون ادوارد اتكلم مع احمد حسام ميدو رئيس لجنة الكورة في نادي الزمالك وقال له فتوح بالذات بلاش تبيعه، هو العرض موجود والعرض بقيمة كويسة وهيفيد اللاعب وهيفيد الزمالك، ولكن انا شايف ان فتوح دوت بالذات لحد ما يعتزل ما ينفعش يمشي من نادي الزمالك لان ده من الاعمدة الرئيسية داخل فريق الكرة. سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك طلب من مجلس إدارة نادي الزمالك إن في حالة رحيل الكابتن أيمن الرمادي للدوري الإماراتي، طبعا كابتن أيمن الرمادي حاليا عنده عرضين في دوري الدرجة الثانية في الإمارات، هو طلب إن في حالة إن كابتن أيمن الرمادي خلاص مش هيكمل في الزمالك وهيروح في أحد الناديين الإماراتيين دول إن الزمالك يوافق له على الخروج إعارة سنة أو سنتين مع الكابتن أيمن الرمادي، وقال كمان إنه مستعد يجدد سنتين كمان لنادي الزمالك علشان يوافقوا له على الخروج إعارة مع الكابتن أيمن الرمادي. طبعا اللاعب ظهر بمستوى جيد جدا تحت قيادة كابتن أيمن الرمادي دونا عن المستويات الأخرى اللي كان بيقدمها اللاعب في الفترات السابقة مع نادي الزمالك. كابتن احمد حسام ميدو رئيس لجنة الكرة في نادي الزمالك اتكلم مع كابتن هادي سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وتم الاتفاق بصفة مبدئية ان بعد ما الزمالك ينهي موضوع المدير الرياضي والمدير التقني ومدير التعاقدات ان نادي الزمالك ناوي ياخد محمد رضا بوبو من نادي بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة سنة مجانا، ويبقى للزمالك اولوية الشراء. يعني بعد ما سنة الاعارة دي تخلص لو وصل لنادي بيراميدز عرض للاعب مثلا ب 30 مليون جنيه يبقى النادي الزمالك الاولوية انه ياخده لو دفع المبلغ اللي وصل لنادي بيراميدز العرض دوت بيه. وصل مثلا لبيراميدز عرض اوروبي بمليون دولار للاعب يبقى نادي الزمالك له الاولويه انه ياخد اللاعب لو دفع مبلغ مصري يوازي المبلغ المليون دولار دوت. طبعا هو شبه بنود الاتفاق بتاعه محمد حمدي لاعب انبي واللي كان معار للزمالك، ولكن الفرق ان نادي الزمالك هياخد اللاعب اعاره مجانيه مش هيدفع فيه فلوس، ولكن لو نوى يشتريه هيدفع بالعرض المقدم ليه. كلام حازم فتوح وكيل اعمال سيف الجزيري ما يطمنش، بيقول ان سيف الجزيري خلاص قاعد في نادي الزمالك وان ما جالهمش اي اخطار من مجلس اداره ولا من لجنه الكوره جوه نادي الزمالك ان اللاعب مش مكمل، ولكن لو نادي الزمالك عايز ينهي العقد او يفسخ العقد فكده نادي الزمالك ملزم انه يدفع لسيف الجزيري حوالي 2 مليون دولار.
سيف الجزيري اللي من 6 شهور بس كان خلاص عقده بينتهي الموسم دوت، وكان عقده اصلا القديم عبارة عن 600 ألف دولار في الموسم. جه واحد جهبذ من مجلس إدارة نادي الزمالك راح مجدد له عقده موسمين، والموسمين دول هيكلفوا نادي الزمالك 2 مليون دولار. اللي عمل العقد دوت يا جماعة من وجهة نظري لازم يتحول لنيابة الأموال العامة فورا لو كلام حازم فتوح صحيح. موضوع عمر فرج لاعب الزمالك المعار حاليا للسويد، واللي المفروض هيرجع للزمالك بداية هذا الموسم، والكلام اللي منتشر ان اللاعب هيكلف الزمالك مليون دولار وان مجلس الاداره ضحك علينا والكلام دوت. علشان اكون منصف في كلمه واحده بس، الكلام ده ما حصلش. مجلس الاداره اعلن من اول ما اللاعب جه ان اللاعب هيكلف نادي الزمالك مليون دولار، ولكن اول سنه نادي الزمالك مش هيدفع حاجه. المليون دولار دول هيتقسطوا على ال3 سنين اللي فاضلين في عقده. يعني المفروض نادي الزمالك هيدفع اول قسط 350 ألف دولار، تاني قسط نفس النظام، تالت قسط نفس النظام بعد نهاية كل سنة من عقد اللاعب، ولكن أول سنة الزمالك مش هيدفع حاجة. فبالتالي خلص أول موسم، فالنادي السويدي طلب حقه اللي هو أول 350 ألف دولار قسط من المليون دولار تمن صفقة اللاعب عمر فرج. وعمر فرج بنسبة كبيرة راجع الزمالك بعد المستويات الطيبة اللي قدمها في السويد. بالمناسبة نادي ديجر فورست السويدي النادي المعار ليه عمر فرج طلب من نادي الزمالك تحمل مبلغ مليون دولار تمن اللاعب ويدفعهم لنادي ايك السويدي مباشرة، ويبقى اللاعب من حق نادي ديجر فورست السويدي، ويبقى نادي الزمالك دخل ده في ده كأنه ما دفعش حاجة. عمر فرج لعب مع نادي ديجر فورست السويدي هذا الموسم 8 مباريات في 6 شهور، سجل 6 أهداف منهم 3 من ضربات جزاء، وليه مساهمة تهديفية واحدة. ولكن الأمر لسه محل الدراسة، لجنة الكرة لسه محددتش هيمشي ولا لأ. من ضمن الصفقات المعروضة على نادي الزمالك اللاعب محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة التونسي. المهاجم عمره 26 سنة، سبق ولعب في الترجي التونسي ومستقبل سليمان التونسي وقدم مستويات طيبة. جه نادي غزل المحلة، لعب مع غزل المحلة 27 مباراة، سجل 9 أهداف. طبعا مركز اللاعب مهاجم صريح وأحيانا بيلعب على الإجناب. وبرضه من نادي غزل المحلة معروض على نادي الزمالك اللاعب محمد أشرف الشهير بمحمد أشرف بن شرقي، لاعب خط وسط مدافع نادي غزل المحلة، عمره 24 سنة،